انتقمت من جوزي وحماتي بطريقة ما تخطرش على بال حد. في البداية أبويا عشان يرضي مراته جوزني للي دفع أكتر، وأنا صغيرة أمي ماتت وأبويا مصبرش واتجوز، وللأسف أنا حظي وقع في مرات أب وحشة قوي. في يوم لقيت بابا: سماح يا سماح. نعم يا بابا. يلا يا بنتي عشان تنزلي مع مرات أبوكي تشتري لك حاجات، عشان في واحد جه وطلبك ودفع فيكي ياما. لا لا يا بابا، انا مش عايزه اسيبك. نعم يا اختي، إيه اللي مش عايزه اسيبك؟ يلا يا اختي انا عايزك تسيبيني، يلا قلت اخلصي. ما كانش بايدي حيله، هعمل ايه يعني؟ المفروض اني كنت هتجوز واحد عنده 30 سنه، يعني اكبر مني ب15 سنه. عملوا فرح وجوزوني. اسلام كان عايش مع امه وابوه، هو المفروض ان كان لينا شقه لوحدنا. في الاول كانت معاملته معايا حلوه قوي. في يوم لقيت جوزي بيقول لي: اعملي حسابك يا سماح، هتنزلي كل يوم تنضفي وتساعد امي واخواتي البنات. انت بتقول ايه يا اسلام؟ ليه كده؟ ده اخواتك ما شاء الله، يعني انت واخدني عشان عايزني ولا خدامه؟ انا دافع فيكي كتير قوي، عايزه حياتك تبقى حلوه، اسمعي كلامي. وهو عنده حق فعلا. ابويا باعني ونزلت تحت عند حماتي واخواته كانوا نايمين. صباح الخير، ازيك يا ماما؟ ايه يا ام ماما، نمسيتك كحل يا اختي، انت لسه فاكره تنزلي؟ ادخلي يلا على جوه وشوف المطبخ عايز ايه. وفعلا دخلت وفضلت انضف وامسح وطلع عيني، واخواته قاعدين على التليفونات واللي نايمين. فضلت افكر، هنا تعب وزهق حماتي وهناك تعب وزهق مرات ابويا، يعني كله محصل بعضه، وايامي كلها شبه بعض. وفي يوم عرفت اني حامل، بس ما حسيتش ان حد فرحان، وبرضه مش رحموني رغم اني تعبانة من الحمل. وفضل الحال كما هو عليه، وخلفت محمد، وكنت حاسة انه ابني انا لوحدي، مش شايفة اي اهتمام من حد بيه خالص. وبعد سنين من عذابي رحت اشتري طلبات لحماتي، واسلام كان قاعد مع امه. سمعته بيقول لها: باركيلي يا ماما، خلاص الشقة جهزت واتفرشت وما بقاش فاضل بس غير ان العروسة تدخلها. انا قلت: عروسة؟ عروسة ايه؟ وجالي فضول اسمع باقي الكلام. مبروك يا ابني، تفرح وتتهنى ويعوضك عن الجوازة اللي فاتت. بس يا ماما ما تقوليش عليها جوازة، ده عبارة عن صفقة وبس يا ماما. قولي هتعمل ايه مع سماح؟ هتسيبها طبعا صح؟ هسيبها ازاي؟ لا 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 طبعا، ده عبارة عن فرخة بتبيض كل يوم. انت عارفة الفيديوهات اللي بصورها لها بتجيب مشاهدات وريتش قد ايه؟ ازاي بتقولي لي اسيبها؟ دي الناس كل يوم بتستناها على اليوميات كل يوم بفارغ الصبر، ده انا جهزت الشقة بفلوس اليوميات دي. يا نهار اسود، وكمان بتصورني وعارضني على النت؟ يا لهوي، مش خايف على ابنك لما يكبر وعلى سمعتي؟ انا كده هضيع حقي بايدي. طب اعمل ايه؟ يا ربي، انا لازم اروح للاستاذه انجي المحاميه، لاني لما بكون متضايقه بفضفض معاها. نزلت ورحت وحكيت لها كل حاجه. يا نهار، كل ده حصل من الندل؟ طب اهدي 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 كده وروقي، ومش تبيني انك عرفتي حاجه. وكملت شغل البيت زي كل يوم. وتاني يوم نزلت للأستاذة إنجي وقالت: بصي خدي الحبوب دي وحطها له في الشاي وخليه يمضي على الورق ده. الورق ده فيه ايه؟ ده ورق توكيل عام منه ليكي على كل أملاكه، وهاتي معاكي موبايله اللي عليه كل الفيديوهات عشان نرفع عليه قضية. وفعلا عملت كل اللي قالته المحامية، واديته الحبوب ومضيته على الورق. وجوزي اتحبس، وبالرغم كل اللي عمله فيا سبت اهله عايشين في البيت عادي وما اتكلمتش، وانا اصلا مش عايزه اي حاجه غير اني اعيش انا وابني في سلام. بالله عليكم قولولي انا كده غلطانه ولا لا، وبلاش تجريح فيا.